السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن تكنيك اسمه سلايدنج ويندو فيكسد سايز. التكنيك ده تبع التو بوينتر. طيب خلينا مثلا نشوف مسألة وبعد كده بنحكي عن التكنيك أكتر. هيقول لي إيه؟ عاوز أطلع أكبر مجموع لأي سب سترينج من طول 3. طيب معنى كده إيه؟ معنى كده للأري بتاعتي دي أطلع كل السب سترينج اللي هي من طول 3 اللي هم دول، تمام؟ وأشوف أكبر مجموع. هنلاقي ده هو إيه؟ أكبر مجموع. يبقى كده إحنا إيه؟ طلعنا. طيب احنا هنا لو حليناها بدون التكنيك اللي احنا قبل ما نعرفه هنحلها هنا في الكومبلكسيتي كام؟ هيكون ان في الطول اللي هو كام؟ اللي هو 3، او ايا كان الطول اللي هو هيديهوني ايه بتاع السبسترينج. تمام جدا. طب هنا بقى هيجي دول السلايدنج ويندو. هيجي الدول ده وهيعمل ايه؟ هيعمل لي اوبتمايزيشن للكومبلكسيتي ده. هيقلل لي الكومبلكسيتي دي، هيخليها من ان في ام او السايز دي هيخليها ايه كام؟ ان بس. طب خلينا نشوف التكنيك ده، او خلينا نشوف حاجة تاني غير التكنيك. انا هنا عشان اجي اولد كل السب سترينج هنا هعمل ايه؟ دي اول سب سترينج صح كده؟ طيب السب سترينج الجديدة أو التاني هتكون بالشكل إيه؟ هتكون بالشكل ده. طيب عاوزين نقارن السب سترينج الجديدة بالنسبة إيه للقديمة. هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن في الجديدة دي حذف العنصر ده، وكمان ضاف لي عنصر تاني جديد اللي هو إيه ده. العنصر ده مش ظاهر في السب سترينج القديمة، تمام؟ وكمان العنصر ده اتحذف من السب سترينج إيه الجديدة. طب خلينا مثلا نشوف السب سترينج اللي بعدهم. خلينا مثلا نمسح علشان يبقى واضح اكتر. نقول السب سترينج التالتة بالنسبة للتانية. طيب هتكون بالشكل ده التالتة اللي هو ايه في الاندكس التالي. طيب يبقى كده. طب خلينا بقى نقارن. العنصر ده ظهر جديد في السب سترينج القديمة، وايه كمان؟ والعنصر اتحذف من السب سترينج ايه القديمة. تمام. يبقى هنا بقى عاوزين نطلع بحاجة. ايه هي بقى؟ ان السب سترينج الجديدة بيحصل عندها حاجتين بالنسبة للقديمة. بيحصل اللي هي بالنسبة للقديمة بتشيل العنصر الأولاني اللي كان في السب سترينج القديم، وكمان بتضيف. طالما هي هتشيل عنصر يبقى لازم تضيف تاني عنصر عشان يظل ايه السايز ثابت بتلاتة. لو احنا هنا حذفنا كان هيبقى السايز كده ايه باتنين. يبقى هي كمان عملت ايه؟ ضافت تاني عنصر جديد ما كانش ظاهر في السب سترينج القديمة. طيب وهنا هنعرف اللي هو ايه؟ هنعرف مفهوم اكتر سلايدنج ويندو فيكسد سايز. طب هو هنا بنقول ليه ويندو؟ ويندو اللي هنا اهو. فنعتبر دي مثلا ويندو، تمام؟ كل سب سترينج دي عبارة عن ايه؟ ويندو. طب بنقول ليه عليها فيكسد؟ تمام. الويندو عباره عن ايه؟ عباره عن اي سب سترينج عندي ويندو. طب احنا بنقول ليه عليها فيكسد سايز؟ ليه؟ لان كل سب سترينج عندي ايه ثابته، والويندو بتاعتي دي بتتحرك. اول حاجه كانت عند اندكس 0 مشيت كده، وبعد كده بقت عند اندكس 1 مشيت كده، وبعد كده بقت عند اندكس 2 ومشيت كده، وبعد كده بقت عند اندكس 3 ومشيت كده. طيب ازاي انا اقدر اكتب كود للشكل ده؟ فلنفترض احنا هنجيب مثلا ادي الاي دي اهو. خلينا مثلا هيكون عندي فيكتور من الانت. الفيكتور العناصر اللي فيه 1 2 5 5 1. تمام. طيب اول حاجة وادي السايز بتاعي 3، تمام؟ والان بتاعتي هنا ادي 3 عناصر، وادي عنصرين الان عندي ايه ب5. تمام. اول حاجه السب سترينج احنا مش دايما بنقارن. بقول انا الجديده بالنسبه للقديمه. طب يبقى اول واحده، ما اول واحده جديده وملهاش قديمه فهنعملها ايه لوحديها. طب احنا هنا كنا عاوزين ايه؟ كنا عاوزين اكبر مجموع اكبر سب سترينج. يبقى احنا محتاجين ان احنا نخزن كل سب سترينج، نخزن لها المجموع بتاعها، وكمان نعمل ماكسمايزيشن للمجاميع كلها. ادي المساله اهو اللي احنا بنتكلم عليها.
طيب خلينا نرجع اهو. تمام. اول سب سترينج ما هي جديده وقديمه في نفس الوقت، فهنعملها لوحديها. احنا محتاجين ان احنا نخزن المجموع بتاعنا كل مره. طيب اول مره من الصفر لحد كام؟ من الصفر لحد السايز بتاعي اللي هو بتلاتة بتاع السب سترينج. يبقى هنقول له لحد السايز. تمام. هنقول له السم بلس ايكوال عادي خالص. طيب بقى الجديدة بتاعتي هتكون ايه؟ هتبدأ من الاندكس 2، الاندكس واحد ده باعتبار اللي هي بيز زيرو. هتحصل ايه؟ هتضيف لي عنصر جديد وهتنقص لي عنصر قديم. طب هو احنا مثلا خلينا نفترض ان حاجه، اول حاجه بتنقص العنصر ده، بعد كده بتنقص العنصر ده، بتنقص العنصر ده. يبقى الريموف بتاعي هيكون مين؟ اول اندكس بالظبط. والاد بتاعي اللي هو مين؟ هنا احنا لما جينا اتكلمنا اول سب سترينج دي. تمام. طيب تاني سب سترينج اللي هي دي. تمام. اللي هو العنصر ده اللي هو احنا ضفناه كان في اندكس كام؟ صفر واحد اتنين تلاتة. كان في اندكس تلاتة اللي هو ايه؟ السايز. يبقى احنا هنقول احنا عندنا التو بوينتر. طب احنا هنا الفيكسد ويندو ليه تو بوينتر؟ تبع التو بوينتر لان انا عندي بوينتر بيحذف وبوينتر بيضيف. تمام. طيب يبقى احنا هنا هنقول له الاد بيبدأ من السايز بتاعي، وكمان انا هنتهي ايه؟ لحد الان طول الاري بتاعي وهضيف. طيب احنا محتاجين ان احنا نعمل ماكسمايزيشن. انت ماكس هتساوي مين؟ ما الماكس هتساوي ايه؟ اول حاجه حصلت اللي هو الصم. احنا لسه ما عملناش اي حاجه. طيب احنا هنشيل مين؟ احنا دلوقتي بقينا عندي ايه؟ تاني واحد. يبقى هضيف ده تاني سب سترينج او تاني ويندو. هضيف يبقى هنقول له الصم بتاعتك بلس ايكوال الاد. تمام. وكمان لازم البوينتر التاني اللي انا ايه؟ هحذف مين؟ هحذف اول واحد. طيب يبقى الصم بتاعتك ماينس الفي اوف الريموف. تمام. طب حلو جدا. والريموف بقى ايه؟ لازم اللي انا عامل لها ايه؟ بلس بلس علشان لما اروح بقى للتالت. دي كانت طب تاني سب سترينج. طب تالت سب سترينج هتكون بالشكل ده. هضيف العنصر ده وهحذف العنصر ده. هي ماشية كده بالسيكونس. هشيل ده وهشيل ده وهشيل ده، وهضيف ده وهشيل وهضيف ده وهضيف ده. طيب وكل مرة كده. دي السب سترينج ايه؟ الجديد. طب محتاج انك انت تعمل هنا ايه؟ ماكسمايزيشن. هيكون الماكس مع ايه؟ مع السم. وفي النهاية هقول له ايه؟ اطبع لي الماكس. ولو جينا هنا نعمل رن، احنا هنا كنا اتفقنا في البداية هنا اللي اكبر حاجة هتكون السب سترينج دي اللي هو بطولها ب15. لو جربنا هيطلع لي ايه؟ طلع لي 12. اه طب هو ليه طلع 12 هنا؟ لان انا اصلا ناقص هنا ايه؟ واحد. كنت الاري بتاعتي مش مكتوبة صح. طب يبقى السايز هنا بقى ايه؟ ب6. اهو 15. بالتوفيق. وهعمل فيديو تاني هشرح فيه مسألة اكتر.